يا مساء الكيكة، يا مساء التورتة، يا مساء كل حاجة حلوة. كل سنة وانتم طيبين. حبيت اقول لكم بس بصوا بابا نويل. حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بطريقتي. قلت اعمل حاجة حلوة كده معايا معاكم وتشوفوها بقى يعني وتجربوها. طلعت تحفة. ولا تعملي بقى كيكة وتدخليها الفرن ولا تطلع هابطة ولا تطلع الكلام ده كله ولا عالية من ناحية وناحية لأ. دي بقى ولا فرن ولا حاجة، حاجة سهلة كده من الآخر ومضمونة انها تطلع معاكي حلوة مليون في المية. والله العظيم جميلة جميلة يعني، وسهلة وما بتاخدش وقت. قلت اقول لكم بقى ايه تشوفوها معانا كده عشان السنة الجديدة. اللي عايز يعمل حاجة بقى في السنة الجديدة يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين والعالم كله بخير يا رب. بصوا، بصوا في كل سهولة وطعمها حكاية جميلة. هنا بقى نشوف احنا عملنا كمان الكاسات ازاي، وهنشوف مع بعض. يلا بينا. هنا بولة كده فاضية معاكي، كلها يدوي، كل حاجة كده بإيدك، ولا ما يعني ولا عجان ولا حاجة. هنا 3 بيضات، حبة فانيليا سايلة، اضربيهم كده، دخلي كل حاجة في بعض كده يدوي كده وخلصي، ما بتاخدش وقت. نص كوباية سكر عادي، حبوبيات عادي يعني اللي هي العادي اللي احنا بنستعمله كده، مش ناعم ولا حاجة. اضربيهم كده مع بعض بس كده. هنا كوباية إلا حاجة بسيطة زيت طعمه حلو طبعا وريحته حلوة. حطي كله على بعض كده واضربيهم بس كده. وبعدين هنحط بقى هنا كوباية إلا يعني إلا 3 معالق كده لبن، كوباية إلا حبة. يعني هنحتاج الحبة بعد كده، بس أنا قلت أحط إلا حبة صغيرة عشان إيه، نشوف هنحتاج إيه يعني. واضربيهم كده برضو مع بعض. هنا كوبايتين دقيق منخولين، كوبايتين دقيق منخولين نخلاهم. 3 معالق كاكاو برضو نخلاهم اهو. انا بوريكم ان انا نخلاهم يعني. ذرة ملح طبعا، معلقة بيكنج باودر، معلقة يعني معلقة الا حاجة بسيطة كده، هي تعتبر معلقة كبيرة ممسوحة يعني. وقلبي كله على بعض. تحسي ان الخليط تقيل شوية، حطي معلقتين لبن في معلقتين لبن لغاية ما تحسي ان القوام حلو معاكي. يعني دي بقى بالنظر يعني. بص انا حسيت هنا ان هي محتاجة، وممكن ايه احس انها تقيلة في الصينية وانا بعملها، فهحط لبن. يعني مثلا شايلة حبة لبن على جنب كده، هحط مثلا معلقتين في معلقتين، احس انها محتاجة تاني. يعني هتاخد مني مثلا تاني 10 معالق لبن، يعني يعتبر ربع كوباية صغيرة كده لبن. هو بالنظر بقى ده يعني. يعني تحسي ان بصي القوام كده محتاج لبن، حطي بس معلقة في معلقتين، ما تكتريش عشان الحاجة ما تطلعش ايه عاملة منك قوي يعني. انا حطيتهم كلهم بمقام 10 معالق مثلا لبن، واضربيهم كده وهي خلصت الشغلانة. وهنجيب بقى الطاسة بتاعتنا وهنسوي على النار، ولا هنولع فرن ولا هنتعب نفسنا ولا الحاجة تطلع هابطة ولا حاجة. بصوا القوام بوريهولكوا يعني. اهو هنا بقى الطاسة بتاعت الكريب كده. بس هدهنها كده زيت، وبعدين امسحها بالمنديل. ما مسحتش بالمنديل، حطيت كده عادي. مش محتاجة، حسيت انها مش محتاجة تتمسح يعني. افضلي بقى دي اعملي كده في الايه، اكنك بتعملي كريب مثلا، بس كريب ايه، تخين شوية. يعني في نفس الطاسة كده اكني كريب بس تخين شوية. ظبطي كده عادي لو طلعت كده معوجة ومش عارفة ايه، بس غطي بقى، غطيها علشان احنا عايزينها تستوي حلو من جوه. وهدي البوتاجاز قوي،
يعني هدي عليها عشان ما تتحرقش من تحت. بس كده اول واحدة خلصت، هنعمل تاني واحدة. امسحي كده برضو مسحة تاني، كل بين واحدة وواحدة تمسحي مسحة زيت، وحطي كده بمقام مثلا مغرفتين كده على بعض. ولو طلعت معوجة من هنا ومن هنا عادي، كل ده هيتقص في الاخر، وتظبطي كله مقاس واحد. تقطعي بالسكينة كده او تعملي مثلا بالمقص تقصيهم وتظبطي. هنا مهديين البوتاجاز بتاعنا ومغطياها. اول ما تلاقي يعني في اسمها ايه، فقفيع دي ولا اسمها ايه، من فوق كده، وحسيتي الناس استوت، خلاص تشيليها على طول. هي اسمها ايه، مفقفعة؟ لا مش عارفة والله. ادهني بقى كده برضو واعملي. هما هيطلعوا 5 وحدات حلوين قوي. حسب ما انت عايزة تضعفي الكمية ضعفي، عايزة تقللي الكمية قللي، زي ما انت عايزة يعني. بس كل دوت وانا مهدية. هنا بقى اللي هنعمل الكريم جانتيه، احنا خلاص خلصنا. هنا 3 كوبايات كريم جانتيه، انا عاملة كمية كبيرة. هي على العموم في الاول والاخر كل كوباية كريم جانتيه خام عليها كوباية لبن متلج، وعليها كوباية سكر بودرة بس، واضربيهم على بعض. كوباية كريم جانتيه خام عليها كوباية لبن متلج أو مية متلجة، عليها كوباية سكر بودرة، واضربيهم مع بعض بس. انا هنا بعمل كمية كبيرة علشان انا عايزة يفيد عندي، انا بحب احطه في علبة ويفضل عندي في الفريزر، وقت ما اعمل حاجة حلوة بطلعه، يعني بطلعه سهل يعني على طول. واضربيه بقى بالمضرب كده لغاية ما تحسي القوام بقى حلو معاكي، فخلاص سيبيه. ال- الكيكة يا جماعة اللي انا عاملاها سبتها 4 ساعات بره. سبتها 4 ساعات عشان تهدى وبعدين ازوقها، يعني لازم تهدى عشان ما تفتفتش معاكي. انا سبت كله كريم جانتيه في التلاجة وكله 4 ساعات. هنا بقى حطيت ورق كده من على الجناب، ورق زبدة كده من على الجناب. وهنا الطبق بتاعي اللي هحط بقى فيه التورته بتاعتي او الكيكه بتاعتي، هحط حته كريم جانتيه كده عشان تلزق فيها. هنا بقى ما عنديش حاجه تانية ان انا احطها، رحت ميه عاديه خالص على معلقتين نسكافيه عندك، ورحت حطاهم على بعض على 3 معالق سكر، وقلبتهم على بعض، طلع حلو جدا. ورحت ايه بسقي بقى بيها الكيكه بتاعتي. يعني اتصرفي، وحطي كده بين واحدة وواحدة، وحطي الكريم جانتيه، وبعدين حطي الفراولة بتاعتك متقطعة صغيرة، غسلاها ومخليها على جنب، وقطعتها خرط صغيرة جدا. سهلة قوي، انا ما بعرفش ازوق تورت بقى، انتي زوقي براحتك. بس هي طلعت معايا حلوة والله، وشكلها تحفة يعني. اصل احنا مش هنروح نحطها في محل ونبيعها يعني، ده احنا اللي هناكلها يعني، فعادي. حطي كده، وحطي بقى الفراولة في النص واعملي بقى. حطي بقى شربي كده الكيكة بتاعتك من الخليط اللي انت عاملاه، ريحته جميلة جدا الخليط ده. يعني صرفي، مش ضروري لو مفيش سيرب، مفيش عسل نحل، اي حاجة يعني. وزوقي كده. انا المفروض اصلا انا النور اتقطع قعد كتير جدا عندنا، فكل حاجة تحسي انها سايحة عندي والله. يعني احنا حتى مش عارفين، ما كناش عارفين ننزل في الوقت ده، فكل حاجة سايحة، الكريم جانتي سايح وكل حاجة سايحة. فهزوق بقى كده معاكم والحاجة سايحة، وبعدين اسيبها بقى في التلاجة. مش هقطعها دلوقتي الا لما ايه تقعد بقى، قعدت 6 ساعات في التلاجة بقى، اما النور جه كده وارتاحت وعملتها، يعني قطعت معاكم الكيكة. اهي انا حطيت بقى كله، طلعت عالية بسم الله ما شاء الله. طلعوا 5 وحدات فوق بعض حلوين، ما بقولك عايزة تقللي عايزة تكتري براحتك. جميلة جدا.
فانتي زوقي براحتك. انا بقولك كريم انتي جانتي كان كان سايح مني. ف يعني النور كان مقطوع، فعشان كده والله الدنيا باظت معايا. فانتي زوقي زي ما انت عايزه بقى، وسهله وسريعه. وبصي فرحي عيالك بقى واقعدي بصي كفت بسم الله ما شاء الله، وفايده كمان. اللهم بارك، تحفه. زوقي كده بصي باي حاجه، معلقه خشب عندك باي حاجه، مش محتاجه يعني. وبعدين بقى هنا شوكولاتة خام، انا سيحتها، جايبة قالب شوكولاتة خام كده، سيحته بمعلقتين لبن، معلقتين زيت على النار، ويا دوب سحمة، وحطيتهم في الكيس الحلواني، ورحت عاملاها كده على بعض. يعني بصي زواقي زي ما انت عايزة، عايزة تكتبي اسم اكتبي، عايزة تقولي كل سنة وانت طيبين كده يعني. انا حطيت كده عشوائي كده وخلاص. وهحط كده كريم جانتيه كده اللي هو من فوق كده. وبس ما فيش اي حاجة، احط لها الفراولة وخلاص. ومنظرها تحفة. عايزة بقى تحطي فاكهة عندك حطي، انا اللي عندي موجود عملته يعني. لسه بقى ما تدخل التلاجة بقى وتقعد ال6 ساعات، واجي اقطعها تحفة يعني، تماسكت كلها مع بعض وجميلة جدا. هنا الباقي بقى معايا. انا هنا كان في واحدة برضو زيادة ما عملتهاش، قلت هتطلع عالية قوي كفاية كده، فقطعتها كده. واللي انا قصاه مسوياه عشان تطلع سوا واحد، ما رميتوش طبعا، خدته كده فتفته وحطيته في الكاسات. وهحط عليه كريم جانتيه زي ما بناكله بره كده يا جماعه. هنحط عليه كريم جانتيه كده زي البولات البلاستيك اللي احنا بنشتريها من بره كده واحنا قاعدين في الكافيهات وبتاع. وعندي حبه سيرب كده لقيتهم، فهحط عليهم عشان يديني بس الطعم الحلو طبعا، اكني عسل نحل يعني حطاه. بس وحطي تاني الفراولة بقى، وبعدين هنحط تاني وهنزوقهم. شكلهم تحفة جدا، مفيش حاجة بتترمي. الباقي اعمليه واعمليه في الكاسات وقدميه، لان الحاجة متكلفة وخسارة يعني. تفطروا بيه بقى وانتوا قاعدين، بتشربوا شاي بلبن معاها بالليل، اي حاجة يعني. بططي كده وظبطي. وبعدين حطي بقى، حطي كمان الكريم جانتي عليه. حطي حبة بس السيرة. وبعدين هنحط الكريم جانتيه بقى ونظبط. والله منظر الكاسات يا جماعة عايزة تتحط في المحل كده وتتباع، جميلة جدا. ظبطي بقى كده زي ما انت عايزة، هنعملهم. وبعدين نحط برضو فراولاية كده فوق، فراولاية واحدة فراولة كده من فوق. اهو خلصت. جميلة، شكلها وطعمها تحفة. حطي بقى فراولة كده اديها لون، وحطي الصوص بتاع الشوكولاتة. الصوص ده طعمه حلو جدا يعني. الشوكولاتة الخام كده ما بتجيبيها وتسيحيها في البيت طعمها جميل. قطعي كده الفراولة نصين كده، وحطي بقى مغسولة طبعا ومركونة على جنب. اي بصوا، يا سلام، في احلى من كده؟ في احلى من كده؟ حاجة بيتي ونضيفة وما كلفتناش كتير. تعالي بقى اشتري الحاجة دلوقتي من بره، انسي بقى الحاجة. يعني سعرها بقى فوق الخيال الصراحة. بصوا طلعوا 3 كاسات غير اللي فايض كمان، والله فايض، هنعمل كاسات تانية برضو، بس دول اللي انا قدمته دلوقتي. بصوا هنا بقى بعد 6 ساعات اللي حطيتها في التلاجة، تماسكت بقى وجميلة جدا. واقطع بقى فيها زي ما انا عايزة.
عشان الترابيزه عماله تتهز مني مش عارفه ليه. بصوا بصوا المنظر، يا الله بصوا عامله ازاي. ايه الجمال ده، وبذمتكم في جمال كده؟ اللي عايز يزوق يزوق بطريقته يا جماعه، انا بقول لكم انا ما بعرفش ازوق التورته، بس طلعت معايا حلوه والله وشكلها جميله يعني، حاجه بسيطه يعني. بصوا تحفه ازاي، بصوا بصوا الرقات من جوه، يعني عايزه صوره لوحدها كده، يعني الراق اللي جوه ده عايز صوره لوحده. مش بشكر في نفسي والله، بس طلعت تحفه. يلا ما تنسونيش بقى في اللايكات الكتير بقى، وايه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين.